الناس من يؤثر الدنيا على الآخرة، ومنهم من يقدم الدين على الدنيا، ومنهم من يجمع الله له بين الحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة ل4: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحسب والمال والجمال والدين. فإذا أراد الإنسان أن ينكح المرأة فهذه 4 موازين. فمن الناس من يؤثر الدنيا على الآخرة، ومنهم من يقدم الدين على الدنيا، ومنهم من يجمع الله له بين الحسنين. تنكح المرأة ل4 خصال: لحسبها. الحسب والنسب سبب دخوله في الزواج أنه وسيلة لحصول الخير من هذه المرأة. المرأة التي تكون من معدن كريم وأصل كريم طيب تحفظ دينها، ولو حصل أي إغراء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص قدر استطاعته على أن تكون هذه المرأة ذات حسب يصونها ويحفظها عن الوقوع في الحرام. وأما بالنسبة لنكاح المرأة من أجل مالها، فإن المال يصون وجه المرأة ويحفظها عن الوقوع في الحرام. ولذلك إذا كانت المرأة ذات حسب وذات مال حفظت نفسها وحفظت حق زوجها. والمرأة ذات الأصل الكريم لو أصابها الفقر حتى لم تجد فراشا لا تمد يدها إلى أحد، لأن طيب معدنها يمنعها من ذل السؤال لغيرها. وكلما كانت المرأة من أصل كريم وجد الإنسان آثار ذلك في ولد. كذلك أيضا تنشأ البنت وينشأ الابن على يد نظيفة نقية تحسن معالجة الأمور. وكلما كانت المرأة من هذا الصنف الطيب المبارك كلما وجد الإنسان عواقبها في حالة السراء والضراء. فيحرص الإنسان الموفق على اختيار هذه النوعية الطيبة الكريمة، إنه إن فعل ذلك فقد أخلص لأهله وولده. إذا اختار المرأة ذات المعدن الكريم فقد أحسن إلى أهله وولده. الوقفة الثانية: تنكح لدينها لجمالها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال المرأة، لأن الجمال يعف الزوج عن الحرام. وكلما كانت المرأة لها حظها من الجمال كلما كانت فطرة من الله تمنع الزوج أن تمتد عينه إلى غيرها. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف. وهذا إن دل فإنما يدل على حكمة الشريعة، وأنها ليست بشريعة ناقصة تنظر فقط إلى العبادة والزهادة وتغفل الفطرة والغريزة. تنكح للجمال، ولكن ليس الجمال كل شيء، فأعطت كل شيء حقه وقدره دون غلو ودون إجحاف. كذلك تنكح لدينها، وهذا هو الأساس ومنبع الخير وأصل الفضل الذي يحفظ الله عز وجل به للإنسان بيته وأهله: الدين. المرأة إذا كانت ذات دين حفظها دينها بإذن ربها، فتحفظ لسانها وتحفظ جنانها وتحفظ حق بعلها وزوجها. لذلك كان من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يطلب المرأة ذات الدين، فالدين فيه خير كثير. والمرأة التقية تخاف الله عز وجل وتتقي الله عز وجل، فإن أصابتها الضراء صبرت وسلت واحتسبت، وإن أصابتها السراء شكرت. ووجدتها نعم المرأة
في سائر الأحوال. والدين مهم، لأنه قد تمر على الزوج مواقف محرجة لا يعصمه الله جل وعلا فيها من زلة القدم إلا بفضله، ثم بفضل المرأة ذات الدين. لذلك ينبغي الحرص على المرأة ذات الدين، لأنه إذا وقف منها موقفا وقال لها اتق الله رعدت فرائصها من خشية الله، وكانت بعيدة وقافة عند حدود الله بعيدة عن محارم الله، تحفظه إذا غاب في نفسها وفي ماله وفي ولده. الدين قوام الخير ومنبع الفضل والبر. هذه 4 خصال ذكرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تنكح من أجلها المرأة، وخير النساء وأفضل النساء جمع الله لهن بين هذه الخصال كلها. فإذا وفق الله لهذه 4 خصال سعى الرجل إلى هذه اليد الكريمة